أبويا كان دايما يقول لي لو مراتك طلبت جنيه اديها 2. اوعى تبخل عليها علشان أبو 3 مستنيها بره الباب. لو طلبت حضن احضنها مرتين، ما تحرمهاش من الكلام الحلو علشان لما تخرج في الشارع هتسمعه من غيرك كتير. ابتسم في وشها على طول علشان هو بره بتتشبع من نظرات وابتسامات ناس كتير، واللي محروم من الحنية بيشوف الحنية نعمة حتى لو جت من الغريب. وكان دايما يقول الحاجة اللي انت ما بتديهاش لمراتك في غيرك هيحاول يديها لها، فاملى عينيها وقلبها وحسسها انها مش محتاجة تبص براك. كل انسان جواه طفل صغير محتاج حضن، محتاج كلمة حلوة، محتاج اللي يطمنه انه مش لوحده. ولو محروم من ده غصب عنه هيدور عليه بره. ولو كانت بنت وصول ومش هتخونك هتكرهك وهتكره وجودك، ولما تيجي الفرصة هتمشي، مش لأنها خاينة لكن لأنها تعبت، لأنها فضيت، لأنها ما لقيتش منك اللي تستاهله. وساعتها هيبقى عندها حق وانت اللي هتبقى الخاين. اهتموا ببعض، احنوا على بعض. الكلمة الطيبة مش بتكلف حاجة صدقني، لكنها ممكن تنقذ حياة كاملة. اللهم ارزق كل زوجين الحنية والمودة، واملأ قلوبهم بالحب اللي يحفظ بيوتهم ويهون عليهم الدنيا.